السلام عليكم. درس النهارده هيكون مختلف، هيكون درس تربوي عن كيفيه التعامل مع الطفل خاصه في فتره العقاب اللي هي تعتبر من اكثر الفترات الحرجه اللي بتواجه مشاكل مع اولياء الامور. هنتكلم عن 3 حاجات اساسيه. اولا العقاب بالحرمان، وده ممكن نقسمه لجزئين. الجزء الاول انك تحرمه من الحاجات اللي هي الرفاهيه، زي الموبايل مثلا استخدامه زائد، زي اللعب استخدامه زائد او مفرط فيه، او اي حاجه مصنفه انها رفاهيات. الجزء الثاني هو الاساسيات، ما ينفعش تعاقبه بالحرمان من الاساسيات. ما ينفعش مثلا تقول له مش هتنام الا ما تعمل كذا، مش هتاكل الا ما تعمل كذا. فهنا هيصبح انه هيخش لك في مرحله ثانيه خالص من التوتر العصبي بقى والضعف النفسي. ممكن يبدا يتحجج كمان، يبدا يقول لك انا مش قادر اروح المدرسه اصل تعبان، انا مش قادر، مش عارف، اصل مرهق، مش قادر اروح التمرين اصل كذا. فهتاثر بالسلب اكتر ما هتاثر بالايجاب. فخليك حذر جدا في حته العقاب بالحرمان. ثانيا العقاب بالسخريه، اوعى تعاقب طفلك ابدا بالسخريه. طبعا مقاييس الاطفال بتختلف عن مقاييسنا. فهو بالنسبه له مثلا ان هو ينجح في المدرسه هو نجح عادي، فهو بالنسبه لنا ما طلعش بره المجره، بس هو بالنسبه له يظل نجاح. بالنسبه له مثلا انه يرسم رسمه هي من وجهه نظره شايف انها كويسه جدا، ده انجاز بالنسبه له، هو لسه في بدايته. بس بالنسبه لك انت شايفها عاديه او شايفها وحشه مثلا، بس هي مقارنه بمقياسه هو شايفها حاجه كبيره. انه يقص ضوافره، انه يصلي في الجامع، انه يحل واجباته لوحده، يعمل واجب الماث او ايا كان، دي بالنسبه له انجازات. هي بالنسبه لنا وبالنسبه لمقاييسنا حاجه عاديه، بس بالنسبه له هو بمقاييس الاطفال هي حاجه كبيره جدا. فاياك ثم اياك ثم اياك تستهزأ او تستقل من هذا الانجاز. ما ينفعش ان هو يبقى جاي لك مثلا يشكك هذا الانجاز فانت تروح كسره نصين، عاديه وحشه، ابن خالتك عمل احسن، بنت عمتك اشطر، مش عارف مين طلع الاول وانت طالع العاشر. ما ينفعش انك تكسر انجازاته مهما كان ضعيف بالنسبه لك انت، هو بالنسبه للعالم بتاعه هو شايف انه كبير جدا. فانت دورك كأب او دورك كأم او دورك كمربي ان لما يجي ابنك يشاركك انجاز لازم تفرح بهذا الانجاز مهما كان ضئيل، لازم تشجعه بهذا الانجاز. طبعا الشخص بيكبر بانجازاته، لو ما كبرش بانجازاته هيكبر بشخص ضعيف جدا وهيضل يقارن نفسه بالاخرين، فهيتعب نفسيا. في فرق ما بين ان انا اخليه يقارن نفسه بالاخرين فيقعد بقى يبص اللي في ايد الغير، وفرق ان انا بخليه مثلا ان هو بينجز الشيء فيفرح بيه فيقارن نفسه باللي قبله فيحسن من نفسه، وهكذا بالتدريج. انا بخلق عنده صوره عن نفسه ان هو راجل بينجز مهما كان الانجاز بسيط. خلي بالك من الحته دي مهمه جدا ومن الاسباب الكبيره اللي بتسبب ضعف شخصيه الطفل. ثالثا الحب بشروط. يعني ايه؟ يعني اوعى تعود طفلك ان انا مثلا بحبك علشان كذا، انا بحبك عشان بتعمل كذا، انا بحبك علشان بتعملي كذا، لو عملت كذا هحبك. من وجهه نظره بقى هو بيشوف الامور ازاي؟ ان هل ده معناه يا بابا انك لو ما عملتش هذا التصرف، او يا ماما لو انا ما عملتش هذا التصرف هتكرهني مثلا؟ فانت كده بتربط الحب بشروط. لا، انا دوري كمربي، دوري كأم، دوري كأب، دوري كأي شخص متعلق بهذا الطفل ان انا احبه بغير شروط. مش ان انا احبك لو عملت كذا، لا، انت بتعمل كذا عشان ده الصح وما تعملش الغلط عشان ده الغلط. فبعرفه الحلال وبعرفه الحرام، بعرفه الصح وبعرفه الغلط، بعرفه كل حاجه. نقول تاني، بحبه بدون شروط وبوجهه للصح قدر المستطاع. لو خليت بالك من ال3 حاجات دول هتفرق جدا 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 في شخصيه ابنك. بدل ما تطلعه كبير محروم من حاجات كتير، معقد في حاجات كتير، متوتر، شخصيته ضعيفه، بيكرهك ويكره نفسه ويكره المجتمع ويقارن نفسه بكل الناس ومش راضي عن عيشته. فلو اهتميت بالحاجات دي هتخليك انك تطلعه سوي قدر المستطاع وانسان كويس يفيد نفسه ويفيد المجتمع ويفيد اللي حواليه كلهم. في الاول وفي الاخر ده ابنك او بنتك، فلازم تخلي بالك منه قدر المستطاع، دي مسؤوليتك ولازم تهتم بيه وتوجهه للصح قدر المستطاع. وربنا يبارك لنا في اولادنا جميعا. وده كان فيديو النهارده. لو عندك اي مشكله سيبها في الكومنتس ونرد لك عليها ان شاء الله. هذا وبالله التوفيق، وجزانا وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم.